هي جت صدفه بس ده حظكم في الاخر. وبما اني كنت مقرر ان انا اعمل لكم سلسله الفيديوهات دي عن ازاي تقدر تبتدي مكتبتك كلها كتب اصليه، وده هيساعدك من خلال ان انت ممكن تدور في جروبات الكتب المستعمله، لان ده هيخليك تشتري كتب اصليه بسعر كويس جدا. وكمان حاله الكتب المستعمله تكون اخبارها ايه. ممكن تكون خايف من كل الحاجات دي وخايف تعملها وتقول يا عم ما اشتري الاصلي وخلاص، وفي ناس تقول لك لا انا ممكن اروح للمستعمل بس خايف لحاله الكتب. وعشان كده انا جربت لك مع اكتر من مكان وبقول لك رايي فيهم. نزلنا فيديو قبل كده عن مكان فات، وتعالى اكلمك عن المكان التاني وهو مكتبه اوريون. والمكتبه دي موجوده بشكل اونلاين وكمان موجوده على ارض الواقع، مكانها في الدقي تقريبا. بتقدم مجموعه من الكتب المستعمله المختلفه سواء عربي او انجلش، وده اللي انا جربته معاهم. واول حاجتين جربتهم بالانجلش وهو مجموعه من كتب هاري بوتر، لقيتهم معروضين عندهم. حاله الكتب لذيذه مش وحشه اهو زي ما انتم شايفينها. الكتب اهي كلها كتب اصليه طبعا. دي من مزايا الكتب المستعمله ان انت ممكن تلاقي حاجات جوه. يعني هنا تقريبا جواب لحسن. طب يا حسن ابقى تعالى خد الجواب. وده برضو حالة الكتاب التاني، يعني الحالة معقولة متوسطة لكنها جيدة بشكل كبير. برضو جبت كتاب تاني من عندهم هو لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة لخالد خليفة، وكان سعره مميز جدا الحقيقة، تقريبا كان 100 جنيه، فأعتقد حاجة كويسة. والحالة كمان كأنه جديد مش قديم ولا حاجه. دي كانت تجربتي مع مكتبه اوريون. هسيب لكم الاكونت بتاعها، ممكن تلاقوه على الانستجرام بشكل كبير، ويعني تقدروا تعملوا معاهم بكل ثقه. ما تنساش تعمل سيف للفيديو فولو عشان هيهمك، وعشان لسه في فيديوهات جايه كتيره عن اماكن تانية مختلفه وعن تجربتي معاهم. سلام.